السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في فيديو جديد. أنا فاطمة محمد ودي قناتي. لو أول مرة تشوفوني هنعمل النهاردة مع بعض أحلى وألذ كيكة شوكولاتة. ممكن تجربوها، سهلة واقتصادية ومقاديرها موجودة عندكم في كل بيت. يعني لو بتشوفيني دلوقتي ممكن تقومي تحضريها على طول. الكيكة دي لعشاق الشوكولاتة. هطول عليكم كتير. تعالوا يلا نشوف هنعمل الكيك القمر ده ازاي. ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة وتعملوا شير لاصحابكم وقرايبكم علشان الفيديو يوصل لاكبر عدد من الناس والكل يستفيد. يلا نشوف مع بعض هنعملها ازاي ونقول بسم الله. اول حاجة عندي 4 بيضات بدرجة حرارة الغرفة. هضيف عليهم 2 باكت من الفانيليا، ولازم طبعا كل المكونات تبقى بدرجة حرارة المطبخ. يعني ما ينفعش طبعا استخدم الدقيق وانا لسه مطلعاه من التلاجة او اللبن. انا بكون مدفية اللبن تدفية بسيطة. اي حاجة في المكونات ايا كانت لازم تبقى بدرجة حرارة المطبخ. اضربهم كويس بالمضرب اليدوي. انا ممكن استخدم المضرب الكهربائي او الخلاط، كلهم بيدوا نفس النتيجة. هضربهم كويس جدا. انا هضربهم دقيقتين كده. لو هتستخدمي الخلاط هيبقى اسهل ليكي، لكن احنا بنسهل كل حاجة. حتى لو ما عندكيش خلاط هنعمل احلى كيك. وهضيف عليهم 1.25 كوب من السكر بالتدريج، مش هضيف السكر مرة واحدة. وهفضل اضرب لحد ما تعمل معايا فوم ولون البيض يبقى فاتح معانا. انا استخدمت الكوب المعياري، انت ممكن تستخدمي كوبايه الشاي العاديه او كوبايه العصير، بس الكوبايه اللي هتعايري بيها كل المقادير. بعد كده زي ما قلت لكم انا هفضل اضرب فيها لحد ما تعمل فوم ابيض او لون البيض يبقى فاتح معايا بالشكل ده. بعد كده هضيف كوبايه من الزيت، ولازم الزيت بتاعنا يبقى نضيف عباد الشمس او زيت ذرة. انا استخدمت هنا في الوصفه زيت ذرة، لان لو استخدمت زيت التموين هيعمل معايا ريحه وحشه وهيبقى ريحه الكيك مش لطيف خالص. انا برضو هنا بزود الزيت بالتدريج مش مرة واحدة. وبعد كده بنقلب الخليط بالراحة خالص عشان ما نطلعش الهواء اللي دخلناه. وفي الاخر هضيف كوباية من الحليب الدافي، وهنقلب كل ده مع بعض كويس قوي. هنحضر مع بعض المكونات الجافة. عندي هنا كوبايتين من الدقيق متعدد الاستخدامات، وعليهم معلقتين من معالق الاكل بتاعتنا العادية. وهضيف عليهم باكت من الكيك شيف. زي ما قلت لكم قبل كده انا مش بحب استخدم البيكنج باودر اللي الباكت بتاعته لونها اخضر. وهضيف عليهم ذرة ملح. زي ما عارفين مع بعض ان لازم اي معجنات او كيك لازم نضيف ذرة الملح دي. بعد كده هضيف عليهم معلقتين كبار من الكاكاو الخام الاسباني. هتقولي ازاي هنعرف ان الكاكاو ده اسباني ولا مش اسباني؟ انا سألتها قلت لها هو ده اسباني ولا مش اسباني، قعدت تحلف لي تقول لي لا اسباني ومش اسباني، بس انا حسيت ان هو اصلا مش زي اللي انا كنت بستخدمه قبل كده، لكن جبته منها بقى وخلاص. لكن ما حسيتوش زي اللي كنت بجيبه قبل كده. وطبعا نخلنا كل المكونات علشان ما يكونش فيها اي تكتلات. وبعد كده هضيف المواد الجافة على المواد السائلة. يعني هضيف الدقيق بالتدريج كده واقلب من تحت لفوق لحد كل المكونات دي ما تمتزج مع بعض. ويلا واحدة قلب 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 كده لحد كل المكونات دي ما تمتزج مع بعض بالشكل ده. عندي هنا الصينية اللي انا هستخدمها مقاس 24، لو عايز تستخدمي 26 مش مشكلة. هذه هنا كده بقطعة زبدة صغيرة او سمنة، ورشة من الدقيق على رشة كاكاو منخولين. هبطن الصينية بيهم، وبعد ما بطنتها كويس جدا انا هشيل الزيادات ديت. وبعد كده هصب خليط الكيك فيها ونحطها في الفرن في الرف الاوسط على درجة حرارة 180 لمدة ساعة الا ربع. وبعد كده نختبرها بخلة، بخبطها خبطتين كده علشان اطلع الهواء اللي فيها.
بعد ما الكيكة استوت بقى وسبتها تبرد، ابني شاف الكيك من هنا اخد الوش بتاعها، فانا سويتها كده بالسكينة، مش هتقف قدامنا حاجة يعني. بعد كده هقلبها على طبق او اي قعدة عندي، وجهزت لها صوص الشوكولاتة. جبت 250 جرام من الشوكولاتة الخام وبشرتهم وحطيت الطبق في حمام مية دافي، وضفت عليهم ربع كوباية من الحليب، واللي بيدي الشوكولاتة اللمعة الحلوة دي ضفت عليهم كمان معلقتين كبار من الزيت، وصبيت زي ما انتوا شفتوا كده الشوكولاتة على الكيكة، وهبدأ اخبطها خبطتين كده علشان الكيكة تبقى متساوية معايا. فاضل شوكولاتة كده في الطبق، اكيد مش هسيبها، لازم انزلها كلها. وبعد ما خبطت الكيكة بتاعتنا خبطتين كده واتساوت بالشكل ده، اكيد مش هسيبها سادة كده، فقلت اعمل بيها اي حركة. كان عندي شوية فراولة كده فقلت اقطعهم نصين وازين بيها. فتحتها بالشكل ده، وهحط كده واحدتين على الجنب. بقولوا في الاخر ايه رأيكم في التزيين، بما انها حاجة بسيطة خالص. ممكن تزينوها باي حاجة، لو عندك كريمة ممكن تعملي عليها روزيتات كده من الجنب تبقى شكلها حلوة قوي. ممكن كمان تزينها بكيوي ومعاها كريز او فراولة. عندي هنا بشر شوكولاتة، قلت احط عليها في الناحية التانية، وده شكلها النهائي. قولوا رأيكم في التعليقات. وده كان الشكل النهائي بتاعنا. تعالوا بقى اوريكم شكلها من جوه ونقطعها مع بعض. ما تنسوش بقى تعملوا لايك واشتراك في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد بقدمه، وتعملوا شير لاصحابكم وقرايبكم علشان الفيديو يوصل لاكبر عدد من الناس والكل يستفيد. تعالوا يلا نقطعها مع بعض ونشوفها من جوه. ان شاء الله الكيك كان ريحته حلوة قوي، وكان طعمه جميل جدا وهش جدا. ان شاء الله ما تجربوها هتعجبكم قوي. شايفين من جوه ما شاء الله. ده كانت نهاية الفيديو، اتمنى الفيديو يكون نال اعجابكم. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. سلام عليكم.